السلام عليكم. دلوقتي إن شاء الله هنبدأ في موضوع جديد اسمه الدوال أو الفانكشنز. الدوال من الحاجات المهمة جدا جدا اللي بنتعامل معاها وبنستخدمها كتير وإحنا بنكتب كود، سواء كان الكود ده خاص بالماشين ليرنينج أو غير ماشين ليرنينج، سواء كان ويب أو موبايل أو جيمز أو أيا كان التطبيق اللي أنا شغال عليه. بس طبعا في الماشين ليرنينج لها باع كبير جدا، لان معظم الشغل في الماشين ليرنينج معتمد على الفانكشنز وفهمنا للفانكشنز والحاجات دي كلها. هنعمل موديلز وحاجات كتيره فبتعتمد على الفانكشنز بصوره اساسيه، وبالتالي يا اما او يا هنستخدم فانكشنز جاهزه من لايبراري معينه موجوده عندنا، زي ما شفنا حتى بعضها قبل كده. كنا بنروح نستخدم دوال من مكتبه مثلا زي مكتبه الماس، او بعض دوال للاحصاء من مكتبه الاحصاء، او انت بتعمل فانكشن خاصه بيك وبتستخدمها كذا مره تحط فيها اللي انت عايزه يعني. كمان ممكن يكون واحد تاني هو اللي كان عامل الفانكشن دي، وانت مطالب تتعامل معاها وتستخدمها، فلازم تبقى عارف يعني ايه فانكشن وازاي بتستخدمها بشكل اساسي عندك في الكود، بغض النظر انت شغال في اني تراك من بتاع البرمجة او شغال ماشين ليرنينج او غيره يعني. السؤال هنا، ايه هي الفانكشن؟ الفانكشن بكل سهولة هي مجموعة من الإجراءات أو المعالجة اللي بتتم على انبوت معين عشان تديني خارج معين. مجموعة من الإجراءات أو المعالجة اللي بتتم على انبوت معين عشان تديني خارج معين. خلينا نفترض مثلا إننا عندنا طريقة ما لحساب سعر منتج معين بعد ما بضيف له الضريبة أيا كان. فاحنا عندنا قانون عام للضرائب. القانون ده مثلا بيقول ايه؟ بيقول اف بتساوي بي في 1 زائد تي على 100، حيث مثلا بي هي اصل المبلغ بتاع المنتج بتاعي، والاف هي السعر المستقبلي اللي هو بعد ما بحسب له مين؟ بعد ما بحسب له الضريبه، وباخد اصل المبلغ ده اضربه في 1 زائد تي على 100، حيث تي ممكن تكون اي متغير عندي هيأثر على الفانكشن دي. فبالتالي انا بقى عندي فانكشن اف هي فانكشن في مين؟ في اصل المبلغ اللي هي بي، وتي مثلا اللي هي الضريبه. تمام كده؟ تي على 100 اللي هي الضريبه بتاعتي. يبقى لما اخد اصل المبلغ اضربه في تي على 100 واجمع عليه واحد هيديني المبلغ المستقبلي او المبلغ بعد اضافه الضريبه. هي دي فانكشن في الاخر، صح؟ كويس جدا. او مثلا ممكن اقول له اف اوف اكس بتساوي اكس سكوير زائد 2 اكس زائد 3. هي دي فانكشن ولا مش فانكشن؟ فانكشن، واخدناها كتير. الفانكشن دي بتعمل ايه؟ بتاخد الانبوت اللي هو اكس، بعد كده بتعمل فيه ايه؟ بتربعه، وبعد كده بتعمل فيه ايه؟ بتضربه في 2 وتقوم جمعهم على بعض، وفي الاخر تجمع لهم كام؟ تجمع عليهم 3. فدي برضه هي عباره عن ايه؟ دي عباره عن فانكشن. ممكن اقول مثلا داله تانيه بتاخد الانبوت تحسب له الجذر التربيعي. داله تانيه مثلا زي داله مثلا المين بتعمل ايه؟ بتاخد الانبوتس بتوعي تجمعهم على بعض وتقسمهم على مجموعهم، ما دي داله. ممكن مثلا تبقى زي داله زي الستاندرد ديفيشن بتعمل ايه؟ بتاخد الانبوت تطرحها، لانها بتقول هي عباره عن ايه؟ عباره عن سيجما الانبوت ناقص المين، لما اربعهم واقسمهم على عددهم وكل ده اجيب له الجذر التربيعي. ما هو ده برضه فانكشن. يبقى فانكشن بتعمل حاجه معينه. فده مفهوم مين؟ ده مفهوم الفانكشن. او نفترض مثلا ان احنا عندنا داله بتحسب لي الفوائد بتاعه البنوك، الفوائد المركبه مثلا، حيث الداله بتاعت اللي هي اف بتساوي مين؟ بي في 1 زائد ار على 100 الكل اس ان. يبقى بي مثلا هنفترض ان هي اصل المبلغ اللي احنا حطيناه في البنك، ار مثلا هو الفايده اللي هتطلع لي من البنك، ان هي عدد السنوات. يبقى شفت ازاي احنا حطينا اصلا طريقه الحساب في داله. ما هو ده اللي بيحصل. هو ده اللي ايه؟ ده اللي بيحصل. يبقى الداله بتاعتي دي هلاقيها فانكشن مين، او السعر المستقبلي بتاعي او الفايده اللي انا هاخدها من البنك هي داله في اصل المبلغ والربح اللي هيطلع لي وعدد السنوات اللي هي موجوده عندي. يبقى في الاخير ايا كان شكل الداله عامل ازاي، فاحنا في النهايه عندنا داله معينه هستخدمها لحساب حاجه معينه. الفكره هنا ان هكتب المعادله بتاعتي في بايثون مثلا في 3 4 او 5 او 6 سطور كود. كويس. طيب
ماذا لو حبيت اعمل الكلام ده على 100 عميل؟ افرض مثلا انت موجود في بنك، انت مثلا شغال مع شركه فودافون، انت شغال مع طلاب بتعمل لهم حاجه معينه، دي كلها انظمه، والانظمه ديت في فانكشنز بتعمل كالكوليشن بطريقه ما عشان تطلع خارج معين. افرض مثلا ان احنا نشتغل على الفانكشن بتاعت البنك دي. حلو. هنقول مثلا الفانكشن دي هتاخد مني مثلا خمس ست سطور كود. حلو. طب لو انا عندي 100 عميل، هكتب الخمس ست سطور كود دول 100 مره؟ طب ماذا لو كان عندي 1000 عميل؟ طب لو اكتر من كده بكتير؟ معقوله هكتب كل ده؟ يعني معقوله هقدر اكتب الكلام ده بالعدد ده؟ مش ممكن. فبالتالي مش هينفع اعمل كده. فاحنا هنعمل حاجه اسمها الداله. بنروح نقول له يا بايثون انا هعمل داله. كويس. الداله دي اسمها كذا. كويس. والداله دي بتاخد الانبوت الفلاني. كويس. وهتطلع لي الخارج الفلاني. طبعا انا ماليش دعوه بالخارج، انا اهم حاجه اديها ايه؟ اديها الدخل كويس، واديها الايكويشن اللي هي هتعمل عليها مجموعه العمليات او الاجراءات كويس، وانت مالكش دعوه بالخارج، الخارج هيبقى زي الفل. يبقى بالتالي هتطلع لي الايه؟ الخارج. فانا هدخل لها انبوت معين، هتاخده تعمل عليه مجموعه من الاجراءات او العمليات اللي انا قايلها لها اصلا، بس ايا كانت هي ايه وشكلها عامل ازاي، ولما تخلص هتديني الخارج بتاعها. وفي كل مره هروح استدعيها، هديها الانبوت اللي هو بيدخل لها، ايا كان بقى عدده قد ايه، واحد اتنين تلاته، ليست، ديكشنري، ايا كان شكلها عامل ازاي. يبقى في كل مره هستدعيها هديها الايه؟ هديها الانبوت، وهي هتعمل على الانبوت ده مجموعه من الاجراءات او العمليات، وبعد كده تطلع لي الخارج بمنتهى البساطه، بدون اي يعني اي هيدك او اي حاجه يعني. دي فكره الفانكشن بصوره عامه. قال لك خد بالك، انا بروح اعمل مجموعه من الاوامر وهسميها اسم معين، وفي كل مره استدعيها هديها الانبوتس بتاعتها. هتاخد هذه الانبوتس تعمل عليها مجموعة من الإجراءات أو المعالجة، وتطلع لي الأوتبوت اللي هو خارج منها بناء على الأوامر اللي جواها. زيها بالظبط زي الدوال اللي أخدناها قبل كده، دالة المين، دالة الفاريانس، الستاندرد ديفيشن، الحاجات دي كلها. الدوال دي بنديها انبوت، وهي بتعمل عليها مجموعة من الإجراءات، وبتطلع لي الخارج المراد اللي أنا عايزه. بس ناخد بالنا إن الدوال دي كانت موجودة داخل مكتبة معينة، بمعنى الدوالة أصلا مكتوبة جاهزة. يعني الإجراءات اللي هتعملها الدالة أصلا موجودة، يعني الناس عملوها قبلي، فأنا مش هعملها، لكن أنا ممكن أكتبها بإيدي زي إن شاء الله ما هنشوف مع بعض. أكتر من كده كمان في حاجة اسمها نستد فانكشن، أو الدوال المتداخلة أو المركبة. معناها وإحنا داخل الكود بتاعنا، وإحنا داخل الكود بقوم رايح بعته لفانكشن معينة اسمها مثلا إكس، فيروح لاكس عشان ينفذ حاجه معينه. هيروح ينفذ اللي جواه، ممكن يلاقي جوه الفانكشن اكس ان هو بينادي على فانكشن تانية مثلا اسمها واي، فيروح على واي عشان ينفذ مجموعه الاجراءات اللي فيها. يلاقيها مثلا بتنادي فانكشن تانية اسمها زي، فيروح لزي عشان ينفذ مجموعه الاجراءات اللي فيها ويخلص اللي جواها. ممكن مثلا يلاقيها بتنادي على حاجه تانية، او خلص زي مش بتنادي على حاجه تانية، يقوم راجع لواي عشان يكمل اللي جواها. كمان ممكن يلاقي فيها دالة تانية يروح ينفذها برضه، ممكن واي تكون بتنادي على حاجة رابعة عادي بعد زي، يعني خلال الكود يعني. يرجع تاني على واي بعد ما يخلص، يقوم راجع مثلا على النقطة اللي هو كان بيكمل فيها، يكمل اللي هو كان واقف فيها. طب خلص، ممكن يقوم راجع على اكس يكمل اكس. ولو اكس بتستدعي فانكشن تانية في مكان تاني، سواء من الدوال القديمة أو من غيرها، يروح لها تاني، ولما يخلص يرجع لإكس، ولو خلص يرجع يكمل على إكس عشان يطلع الخارج بتاعه. ده كله اسمها إيه؟ اسمها نستد فانكشن. أنا بنده دالة جوه دالة تانية. يعني أنا ممكن أعمل فانكشن معينة وجواها حوالي 20 فانكشن تانية، فانكشن A وفانكشن B وفانكشن C وفانكشن D. ده ممكن جوه هي A نفسها جواها 4 5 فانكشن، جوه بي نفسها 4 5 6 فانكشن. يعني ممكن جوه كل فانكشن اخليه ينده او يروح يستدعي
3 4 5 6 فانكشن على حسب الكود بتاعي وعلى حسب ضخامه الكود بتاعي. ده بالنسبه للنستد فانكشن. هنا هقول لك على ملحوظه. الملحوظه دي كانت موجوده في الاصدارات القديمه من بايثون، لكن الاصدارات الحديثه تغلبت عليها. ايه هي الملحوظه دي؟ الملحوظه دي ان احنا مثلا ما كانش ينفع نستدعي فانكشن غير لما نكون معرفينها الاول. لابد الاول من تعريف الداله. يبقى في الاول لابد ايه؟ لابد من تعريف الداله. اروح الاول اعرف الداله، زي ان شاء الله ما هنشوف في تعريف الداله بتاعتنا وازاي نعرفها اصلا. وبعد كده بعد ما بعرفها بقوم مستدعيها. مش الاول بستدعيها وبعد كده اعرفها اقول له ده انزل تحت بقى هتلاقي تعريف الداله تحت. لا، بايثون بيشتغل من فوق لتحت. فلو عرفتها في الاول وبعدين استدعيتها، الكلام زي الفل وهيمشي، وهيعرف الدنيا فيها ايه ويبدا ينفذ الكود بتاعي. لكن ما ينفعش استدعي داله وبعد كده اروح اعرفها. الكلام ده كان في الاصدار القديم. فالاصدار القديم كان بيضرب مني خطأ، يقول لي لا انت الاول بتعرف الداله وبعد كده تستدعي هذه الداله. لكن ما ينفعش تستدعي داله وبعد كده تروح تعرفها لي، انا مش بنجم. ده بس الملحوظه ديت كانت فين؟ كانت في الاصدارات القديمه. احنا ان شاء الله هنجرب الاثنين مع بعض. والاول هعرف الداله اللي هو الطبيعي يعني لاي فانكشن في الدنيا ان انا بعرف هذه الداله ولما بخلصها بقوم رايح مستدعيها وهنلاقيه بيتنفذ، وده الطبيعي. وبرضه في الاول هستدعي فانكشن وبعد كده هقوم معرفها. في الاصدار الحديث هو بيشتغل عادي، لكن ايام زمان كان لا، كان بيضرب مني.